لو بتاكل كتير وزنك ما بيزيدش او بتتمرن بقالك فتره ومفيش نتيجه واضحه، فالفيديو ده هيحل لك المشكله دي. وانا مش جاي اقول لك كلام عادي ولا كلام جايبه من على النت، انا جاي اقول لك تجربتي الشخصيه وصعوبه رحلتي في زياده وزني، وان انا كان وزني من 53 ووصلت ل 75 كيلو. وفي بدايه مشواري انا كنت ماشي بالنصيحه اللي كله بينصح بيها ومعظم الكباتن بتوع الجيم بينصحوا بيها، واللي هي كل كتير. بس يعني اكل كتير لحد فين؟ ازود وجبه ولا كميه الاكل؟ فالموضوع تحسه عايم، لحد ما فهمت ان الكلام العايم ده مش غلط، بس تنفيذه هو الموضوع كله. انا يوسف حسن، شاب كان ضايع وبيحاول يطور من ذاته، وبما ان الشتاء دخل وان دي احسن فتره للتضخيم، فتعالى اساعدك ازاي تضخم في الشتاء فعلا. في الفيديو ده هتعرف وانت لازم تاخد مكملات وتاخد ايه، وهتعرف نوع جسمك في التضخيم وايه النظام اللي تمشي عليه اللي هيساعدك على ان انت تضخم بناء على نوع جسمك. فدلوقتي احنا عندنا 3 انواع للجسم: الاكتومورف، ودول عندهم مشكله في زياده الوزن لان الميتابوليزم او سرعه الحرق عندهم سريعه جدا. تاني نوع عندنا وهو الاندومورف، ودول اللي بيزيدوا في الوزن بسهوله وكمان الدهون عندهم بتزيد بسهوله. تالت واخر نوع وهو الميزومورف، وده اللي بينهم هما الاثنين، اللي بيزيد دهون وفي نفس الوقت عنده مشكله في الزياده بتاعه الوزن. طيب الكلام ده كل الناس بتقول على التيك توك عشان يبينوا نفسهم فاهمين ويبيع لك الوهم، فكل الكلام اللي لسه قايله ده ملوش لازمه. انت دلوقتي تشوف جسمك هو في انهي مرحله، هل هو سكيني وده انت شايف نفسك رفيع وعروق جسمك كلها باينه وبطنك مشرخه، او انت شايف نفسك سكيني فات، ده اللي هو انت رفيع لكن في نفس الوقت في كميه دهون متخزنه عندك في منطقه البطن او الخصر. واخر حاله واللي هي الفات، وده اللي جسمه كله مليان دهون. فانت هتشوف نفسك دلوقتي انت انهي حاله من الثلاث حالات دول. فلو انت فات فدي مش احسن فيز للتضخيم. ونصيحتي ليك واللي انا بعمله مع الكلاينتس المشتركين معايا، اللي انا بدخلهم مرحله كاتنج او تنشيف قويه لحد ما ننزل الدهون اللي موجوده في الجسم ويكون جسمه قابل ان هو فعلا يضخم. فدلوقتي انت مكمل الفيديو وانت يا سكيني يا سكيني فات، وانا هشرح لك دلوقتي بالتفصيل انت تعمل ايه لو انت حاله من الاثنين دول، لان الاثنين مش بيمشوا بنفس الاسلوب في التضخيم. فتعال اقول لك دلوقتي لو انت سكيني تعمل ايه، ولو انت سكيني فات تعمل ايه. ولو انت سكيني واللي هي زي حالتي في الاول، فحاول ما تمشيش بالنصيحه اللي هي كل كتير بس، لا انت تحاول تركز انك تنظم وجباتك، بدل ما تاكل 3 وجبات في اليوم لا تخليهم 4 و5 كمان، وكل يوم تبقى عارف عدد السعرات اللي انت ماشي عليها وتكون ثابته لا تقل ولا تزيد. يعني من الاخر ما تاكلش بعشوائيه. فاول حاجه تعملها انك تحسب سعرات الثبات بتاعتك، وسعرات الثبات دي هتعرفها من كالو كالكوليتر، وده اللي انا سايب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن. فهتاخد سعرات الثبات دي وتزود عليها 500 او اكتر، لكن الموضوع يكون تدريجي عشان ما يكونش الموضوع صعب معاك. فنقول ان سعرات الثبات بتاعتك 2000 وانت زودت عليها 500، فهتاكل 2500 سعره. فعلشان تخلي النظام سهل عليك هتاخد ال 2500 وتقسمهم على 5 وجبات، كل وجبه 500 كالوري. فساعتها انت مش هتحس انك بتاكل حاجه اصلا، وهتلاقي ان التضخيم ماشي معاك سهل جدا. ومش معنى قلت لك 500 او اكتر انك تقوم مزود مره واحده 1000 سعره وتفتكر انك بتسهل على نفسك، لا خالص. انت لازم تفهم جسمك وتتعامل معاه ازاي. فانت ممكن حد تزود 300 سعره كبدايه وتفضل كل اسبوع تشوف وزنك عمال بيزيد ولا لا، لحد ما تحس انه فعلا بدا يثبت، ساعتها تقوم مزود سعرات تاني وتفضل على الموضوع ده لحد ما توصل للزياده المطلوبه. طيب لو انت سكيني فات، فاحنا محتاجين ننزل الدهون اللي موجوده وفي نفس الوقت بنزيد عضل. فاحنا كده بنعمل حاجه اسمها بودي ريكومبوزيشن. فهناخد سعرات الثبات بنفس الطريقه اللي انا قلتها في السكيني، هنروح عند كالوري كالكوليتر، اللينك اللي انا سايبه لك في الديسكربشن، وتروح تشوف سعرات الثبات بتاعتك. انت هتمشي عليها في الاول من غير ما تزود ولا تنقص، او ممكن كبدايه تزود 100 سعره لو فعلا عايز تحس انك بتضخم. فحتى لو انت مشيت على سعرات ثباتك فهتوصل نتيجه وهتزيد عضل وتقل دهون. وبرضه اساسي تنظم وجباتك، يعني برضه ما تمشيش بعشوائيه، وعايزه كل اسبوع تقيس وزنك وتشوف هل هو ثابت ولا لا، وتتابع نفسك في المرايه وتشوف الدهون فعلا بتنزل ولا لا، وما تعتمدش على الانبادي. انا عن نفسي ولا مره عملت انبادي، ولا اهتميت بنسبه الدهون ولا اهتميت بنسبه العضل. انا باكل صح وبتمرن صح وفي الاخر بعمل نتيجه. فانت مش محتاج نسب ولا ارقام ولا محتاج تكون خبير عشان تشوف فعلا نتائج. كل اللي انت محتاجه هو نظام مدروس فعلا تمشي عليه وموجه لجسمك ولاحتياجاتك الشخصيه، ويكون سهل فعلا انك تمشي عليه، سواء من الاكل ونوع الاكل والتمرين مناسب مع اسلوب حياتك، سواء كنت بتدرس او بتشتغل. فلو عايز فعلا تكون من الناس اللي تشوف نتائج حقيقيه وسريعه، فابعت لي كوتشنج على التليجرام، اللينك موجود تحت في الديسكربشن، والحق عروض الجمعه البيضاء. السؤال ده بيجيني كتير وبالذات من الناس المشتركه معايا: هو انا لازم اخد مكملات عشان اكبر؟ هل لازم اجيب ماس جينر وكرياتين وبروتين ومالتي فيتامينز وكل الكلام الكبير ده؟ علشان اكون صريح معاك الاجابه اكيد لا، لان المكملات ما هي الا مكملات لاحتياجاتك من الاكل، وكمان ما بتتاخدش بعشوائيه. الموضوع محتاج حسبه عشان فعلا تعرف تستخدمها صح. يعني انت اصلا ممكن تكون واخد احتياجك كامل من بروتين وبزياده من الاكل العادي، وتقوم رايح واخد عليها سكوب زياده من البروتين وترمي فلوسك في مكملات انت مش محتاجها. والماس جينر بالذات اوعى تفكر في الماس جينر، لانه كله اصلا عباره عن سكر فمش هيفيدك في حاجه. فالخلاصه انك لو مش قادر توصل لاحتياجك من البروتين اليومي، فالمكملات ساعتها هي هتكون الحل. بس مهما حصل المكملات عمرها ما تعوض نظام غذائي مش مظبوط.
طيب التمرين في فترة التضخيم بيبقى عامل ازاي؟ الناس اللي بتتمرن بالثلاث ساعات وفاكرة انها لما تتمرن اكتر هتوصل لعضلات اسرع، فانا احب اقول لك ان ده غلط. حتى العضلات محتاجة نظام مش عشوائية. الناس اللي بتشترك معايا بتستغرب من عدد التمارين القليلة، بس بتستغرب اكتر من النتيجة اللي بتشوفها بعد شهر. فبدل ما تركز على عدد المجاميع والتكرارات الكتيرة، ركز انك ترفع اوزان اتقل بتكنيك صح في عدد تكرارات قليل وبشدة اعلى. طب يعني ايه شدة اعلى؟ يعني تجيب اخرك في التمرينة، ما تسيبش عدتين وتقول انك مكسل. لما عملت كده حسيت بفرق كبير جدا، لقيت ان وزني بيزيد بسرعة وعضلاتي بتتطور بشكل كبير جدا. فمش مهم عدد الساعات اللي انت بتقعدها في الجيم، المهم انك تتمرن صح وتركز على التمارين اللي بتعرف تجيب فيها اخرك وتكون بتستهدف العضلة صح. طيب قبل ما اقفل الفيديو بقى، اختيار انواع الاكل. احنا بنحاول ان احنا نوصل لاكل سهل التحضير وفي نفس الوقت يديك كم كارب محترم يساعدك في التضخيم. طيب عندنا زي ايه؟ عندنا زي البالكينج شيكس والبطاطا والبطاطس والرز، كل الكلام ده واللي شبهه بيكون سهل التحضير وفي نفس الوقت بيديك كم مهول من الكارب. وفي اكلات لكل دوله بتسهل على اللي قدامك التضخيم. فاحنا عندنا كمصر عندنا الفول والكشري، وفي السعوديه في زي المعصوب وغيرهم كتير. فانت مهمتك انك تشوف الاكل السهل اللي موجود حواليك وانك توظفه صح في الدايت بتاعك. فنصيحتي ليك ان الجيم هو ابسط صورة للسعي، يعني بمعنى انك مهما اكلت مهما اتمرنت لو فضلت مستمر هتوصل في الاخر للنتيجة اللي انت عايزها. وكل ما تسهلها وتخلي الدنيا منظمة اكتر كل ما هتوصل بسهولة. الاستمرارية نجاح اي طريق حتى الرياضة، فانت كل عليك انك تسعى وتاكل وتتمرن وهتوصل نتيجة ان شاء الله. وخليك بطل قصتك الاخر. وبس كده، سلام عليكم.